طبعا رجعنا لكم في فيديو جديد، بس المره دي مختلف جدا، فلوج جامد. لقينا واحنا ممكن بتقلب على النت، لقيت على الفيسبوك اللي ابن مصر عامل 25% خصم على المنيو كله. فقلنا لازم نجرب، اقول لكم ايه راينا في التجربه الجامده دي. فاول لما روحنا طبعا المكان زي ما انتم شايفين كان زحمه جدا، قعدنا نتصور شويه ونحاول ايه اللي احنا نظبط الترابيزه دي طبعا فوق الصاله مكيفه وجميله. بس احنا للاسف ما لقيناش غير بره بس وبالعافيه، لان طبعا المنيو كله اصلا ابن مصر مشهور وجامد جدا، فان هو يعمل خصم على المنيو كله، فكان الموضوع جامد جدا وكان لازم نجربه. فاحنا حجزنا الترابيزه دي بالعافيه، وقلنا بقى نبتدي نجرب في المنيو اللي عندهم ونشوف هنطلب ايه. طبعا زي ما انتم شايفين اهو، قعدت اخد السيلفي بتاعي، كنت بجرب لسه الكاميرا في الاول عشان اظبط لكم الفيديو. ومعايا كده جنبي هنا بقى كوكا كانت قاعدة بتتفرج معانا وجوزي وانا هو كنت قاعدة برضو. الاكل هنا كان نزل بس احنا كنا مستنيين بقية السفرات. دي وجبة كوكي، كنا جايبين لها وجبة اطفال، بطاطس وبيتزا. طبعا لقينا صواني ولقينا حاجات كتير، بس انتوا زي ما انتوا عارفين احنا متعودين على الشوي، فقلت لا احنا لازم نجرب البرجر. هنا 4 سندوتشات برجر وتشيكن وكريسبي وبانيه، وفيهم واحد شاورما. تمام، في نفس الوقت قلنا نجربهم، بس واحنا بنجرب لقينا بقى ايه، هابي ميل. المهم انا ابتديت في اول سندوتش، فقلت ايه اطلع السندوتشات كده، لقيت ده شاورما والتاني كمان شاورما. بس طبعا ما طلبناش الاثنين زيهم. السندوتش كان جامد جدا، ممكن تسالني، قلت لا بصراحه كان جامد جدا. هو ده كان سندوتش كان ايه، كان الشاورما ممكن طبعا دقيته بعديه، بصراحه كان جامد جدا، وهي التجربه بصراحه كانت جامده جدا. بس ده كان ايه متفائل بالخير. كده طبعا اديت اللايك، جبنا لها هابي ميل. هابي ميل كان في منها بيتزا وبرجر، كانت سعرها 80 جنيه ومعاها بينزل معاها صوصين للاطفال. فطبعا الكنده جابتها عجبها، طبعا قلنا ما تاكلش معانا، لا نجيب لها الهابي ميل احسن. فالهابي ميل بصراحه عجبتها جدا، جاي معاها لعبه وعصير وميه، بس كانوا هما لسه ما نزلوش يعني. بس بصراحه الموضوع كان جامد جدا. المهم احنا قلنا نكمل التجربه بتاعتنا، وانا بصراحه الشاورما بصراحه كانت مكيفاني قوي، كانت جميله قوي. كنا الاربع سندوتشات دول كانوا ب 200 جنيه، فكان العرض جامد جدا، وبينزل معاهم 5 صوصات زائد الهابي ميل دي اصلا كانت ب 80 جنيه. طبعا كده خلصت البيتزا وما شاء الله دخلت معانا ايه، كانت عايزه تاكل كان ستريبس، كان عاجبها جدا، فبصراحه ادينا السندوتش ده. فوالله العظيم كان التجربه بصراحه فوق الروعه. انا بقى دخلت في المود ولقيت نفسي عجبني الاكل جدا وقعدت الغوص. المهم بعد ما خلصنا التجربه دي قلنا نروح كارفور، كان جنبنا كارفور، فخدنا كنده كده ورحنا ايه نتمشى انا وموكا شويه في كارفور. طبعا انا كنت ايه يعني بحاول اتكلم بسرعه زي ما انتم شايفين، احنا بنسلم عليكم، بس احنا كنا بنتكلم بسرعه في الفيديو عشان نلحق نشرح لكم الفيديو كامل. انتوا عارفين طبعا اماكن التصوير، احنا كنا هنتصور فيديو كامل واحنا بنتكلم هناك، بس زي ما انتم شايفين الصاله المكيفه كانت محجوزه، ما كانش ينفع. المهم نزلنا، ده كمول عندنا جنبنا وفي كارفور وفي كذا حاجه. فروحنا نتمشى شويه طبعا بعد الاكله دي، وقلنا ايه لازم ايه، في حد بتاع سوري جوه بتاع مقرمشات وبتاع ايس كريم، فقلنا لازم نجيب لي كنده منه ونشوف احنا كمان. طبعا كنده فضلت تجري، بصراحه جننتنا جدا. احنا مدخلين لكم، انا عارف يا جماعه احنا مدخلين لكم كذا حاجه، كارفور اهو. وكنت طبعا ايه جبت له ايس كريم. الايس كريم كانت البوله ب 25، بس كانت تحفه، حاجه انت بتاكلها بصراحه طبيعيه جدا، مش زي الايس كريم اللي احنا بنجيبه ده. ايس كريم سوري وجامد جدا. انا بعتذر جدا ان احنا دخلنا الفلوج مع الاكل مع كل حاجه، بس بصراحه احنا بنحكي لكم تجربه اكل كامله. يعني تجربه الاكل بصراحه كانت جميله جدا، بس دي احنا تكمله الفسحه، فقلنا عشان ما ننهيش الفيديو يخلص بسرعه، فاحنا نكمل لكم بيت الفسحه احنا عملنا ايه. بس بصراحه يا جماعه تجربه ابن مصر بصراحه كانت جميله جدا. الراجل بصراحه 10 على 10، اكلهم جميل جدا وسعره جامد جدا. المهم جبت له ايس كريم وعليه صوص ايس كريم بطيخ وعليه صوص البطيخ، وقلت ده اقولها اشوف هيعجبها ولا لا. بصراحه يعني هو انا اصلا متعود على الراجل ده، الراجل ده جامد جدا، بس انا قلت ادوق كده منه، انا عارف ان هو ايه يعني كطفل هيعجبه جدا الايس كريم ده. كده تكون دي نهاية الفيديو. لو عجبك اعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد، ولو عجبك الفيديو نعمل لك منه تاني وتالت. اشوفكم فيديو جديد يكون قريب مش بعيد. باي باي.